دايما في فرصة تانية، باب مفتوح لك في حتة تانية، قصة جديدة مستنياك، وحاجة تعوضك عن حاجة تانية. ودايما هتلاقي في حاجة مناسبة ليك مستنياك في طريقك، بس انت اللي مش شايفها وبتعدي من جنبها ولا واخد بالك منها، لان انت دايما باصص وراك. فبلاش تبص على الحاجة اللي ربنا ما كتبهاش ليك، بص قدامك، لان ربنا ما خلقكش عشان تحس بالضياع. ربنا خلقك علشان ترضى بالقضاء والقدر وتاخد بالاسباب، وبعدها هيكافئك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، مساء الجمال، يا أحلى وأرق فراولات في حياتي. عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم ليلى فوزي. فلو أول مرة تشوف القناة تفعلي حالا زر الجرس على الكل، دوس السبسكرايب والاشتراك واللايك والتعليق. يا أحلى وأرق فراولاية في حياتي. طبعا بحبكم، وحشتوني كالعادة. صباح النشاط، مساء الجمال ومساء النشاط برضو. بصوا طبعا زي ما احنا كنا متعودين في الأول كده، بس نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. احنا امبارح او اول امبارح معنى اصح الفيديو الفائت قلنا ان انا بغير في النظام، وكنت تعرضت لوعكة صحية شوية، والحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى عديتها. وببدأ بقى اعمل تغيير جذري في حياتي. يعني مثلا الحاجات اللي كنت بسوف ان انا ابداها اعملها اروحها، زي ما احنا شايفين حالا ان انا رحت الجيم. بروح بالليل لان انا مهامي بتاعت اليوم ما تنفعش غير ان انا اروح بالليل. انا بروح في ماكسيمم من بعد المغرب كده، يعني اصلي المغرب وانزل، فهماني؟ طبعا انا ده الجيم بتاعي اللي هو النورس، وبصراحه انا مرتاح فيه نفسيا جدا، ما شاء الله جميل جدا. وهو يعني ناس كتير سالتني، حتى كتروني بتقول لي انت بتلعب مع كابتن مين مش عارفه ايه. قلت لها والله هو هناك احلى حاجه فيه ان هم في كباتن كتير، وانا مش متعلقه بحد معين. يعني انا بلعب فتره مع حد وبعد كده بغير. انا بحب كده، بحب التغيير اصلا. زي ما شفتوا كده الصاله اللي عدت دي تقريبا فتحوا المكان ده جميل قوي ده الصاله اللي عدت كده كانوا فتحوا تقريبا مكان للرجال، لان ما كنتش عارف، او يمكن كان موجود وانا ما اعرفش. بس انا اعرف ان الصاله بتاعتنا احنا اللي هي الاخيره دي كانت بتاعت النساء. انا كان على حظي ان هم كانوا عاملين كلاس يوجا، وهم طبعا بيبقى ليهم فتره كل ميعاد كده بيعملوا حاجه من دي. تمت المهمه بنجاح، احساس حلو بصراحه، يعني تغيير، خطوه حلوه. بصوا كنت معديه كده، فكنتوا انتوا سالتوني على المحل، فاكرين الشوز؟ كان في حد فراولاي سالتني على شوز، كان فاكر المحل ده جميل قوي، الالوان اللي فيه تحفه. المهم فانا قدرا كده معديه من عند المحل، فانا بيني وبينك ما اعرفش اسمه، فانا هشوف لك اسمه بقى. هو جنب فودافون على طول. المحل ده تتزق تحفه بنات. ده اللي كنت جايبه منه الشوز اللي جنب اهو فودافون كده. ايه كده جامع السلام. ده كان اول امبارح. تمام. النهارده كده صحيت بقى، عايزه اقول لكم على كام حاجه بجد هتفيدكم ان شاء الله. بالنسبه لي اما بحب مثلا ان انا بدأ يوم ومش مخططه ان انا هعمل حاجه، ببقى حاسه ان انا مش الدنيا عندي متلخبطه شويه، واكيد انتوا نفس الحكايه. لكن لما بصحى مثلا او قبلها بيوم ببقى عارفه ان انا مثلا بكره عندي كذا، ورايا كذا، 1 2 3، ببقى مخططه. لما بصحى بحس ان انا عقلي بيسترجع كل اللي انا خططته بالليل. خلاص النهارده ان شاء الله زي ما احنا شفنا في المقتطفات، عندنا تغيير ديكور للغرفه، هنطلع من بعض اليقطين الخريفي. يعني النهارده كان في لمسات خريفيه تحفه، فتحت نفسي الصراحه ان انا اعمل كل ده. ايما بقى عايزه اقول لك على حاجه مهمه، وواثقه ان اكيد كلنا اكيد النهارده بصراحه ومنتهى الصراحه ما كانش ليا اللي هو مزاجي ان انا هقوم هروق الكلام ده، وخصوصا بقى ان انا ناويه ان انا اروح الجيم فمعادي. فقلت لعقلي عقلي مش عايز يخرج من منطقه الراحه. خلي بالكم كلنا عندنا عقلنا ماسك في منطقه كده، منطقه الراحه مش عايزنا نخرج منها. طبعا وانا على السرير مش قادره اقول لكم، يعني عمال يقول لي لا نامي، لا ما تقوميش، طب شويه، طب حاجات كده. فانا فاهمه ان ده مش انا، يعني فاهمه. فلقيته مصمم ان انا ما فيش مجهود تعمليه. يعني من الاخر عمال اجيبه كده دماغي عارفين، عمال يعمل يثبت من عزيمتي. يعني قلت تمام
فهمت انا دماغي، انا ليا طريقه كده بفهم فيها دماغي. تمام. على العموم انا بقول لنفسي بقى، على العموم يا ليلى احنا مش هنعمل حاجه خالص، انا قلت لنفسي كده مش هقوم، يعني عادي عادي هشد السرير ومش هغير ميلاد ولا هعمل حاجه، عادي يا بنتي، المشكله نقوم نتحرك بس كده. وخدي بالك خصوصا ان انا كان بقالي فتره موقفه من الجيم، فانا لما رحت المره اللي فاتت فلك ان تتخيلي يعني. تمام. فلما ضحكت على عقلي، وعلى فكره عايزه اقول لك ان بجد العقل البشري بيضحك عليه، انا ما بهرجش، بيضحك عليه حرفيا. انا اصلا نيتي من جوايا ان انا مش هعمل اللي انا بقوله لعقلي ده من جوايا، ولكن مش هقولها جهرا او هخلي الفكره عقلي اخد باله منها، ولكن هتحايل عليه بان انا قلت له ده احنا هنتحرك فقط، بس نحرك في الاوضه يعني عادي. طلعت بره مثلا بقول ايه تعالي نطلع بره نبص كده نتفرج على البيت نعمل مش عارفه ايه، زي ما انا دخلت المطبخ كده وطلعت هنعمل فطار خفيف لذيذ لطيف كده وكوبايه القهوه يا بنتي وعادي مش هنعمل حاجه. خلاص هو ايه يعني ايه، هو فعلا دخل عليه الموضوع ده وفعلا بدأ يديني إيه خلاص علامات اشارات، ماشي يلا بينا قومي بقى قومي اعملي اللي انت قلتي عليه. تمام حاضر. طبعا انا بدأت قلت يعني انا بقى بتحايل عليه برضو، وبجد بجد عايزاكم تجربوا الموضوع ده. قمت جبت الترايبود اللي انا بصور عليه وبحط التليفون، وطبعا عقلي عمال يقول لي لسه هتلبسي الجوانتي ولسه هتحط الترايبود ولسه عارفين بقى، هو عمال يعمل لي كده. قلت له طب بص هنحطه عشان نرتاح عشان ما نعملش حاجه يعني. فعملت كده حطيت الترايبود بصوا صراع بين اتنين جوه، واحده تقول لي طب يلا نغير ديكور بقى نفسيه، وواحده تقول لي احنا قلنا قمت انا برضه اتحايل عليه لا ده احنا مش هنعمل حاجه خالص، بس رايك لما نحط لون جديد كده يعني هنعمله بسرعه مش هتحسي بيه، ولسه عقلي هيرد عليا لا انت لسه هترد. قمت قايمه بسرعه شاده الكوفرته. عايزه اقول لك بقى ان انا هنا بقى اجبرته على اني هشتغل، فاهمه؟ الكوفرته دي كانت انا هوريكم دلوقتي الدولاب وهننسق مع بعض يعني هو كان عملت له اعاده تنسيق وكده. فقمت شديت الكوفرته بسرعه ان انا عقلي يفكر، والخداديات دي وبسرعه برضو نفس الحكايه. وانا بعمل ده بقى بصوا كنت انا مخططه من قبلها كده بحوالي باسبوع ان انا ان شاء الله في يوم همسك الدولاب ده، دولاب المفارش والكوشنات والحاجات دي اظبطها. طب ليه يا بنات؟ لان احنا داخلين على فتره خريف، فاهمه؟ فتره الخريف يعني عارفه انا بالنسبه لي كل فتره كده بمسك الدولاب ببقى عايزه اعرف انا عندي حاجات بنسى، يعني انا مش عارفه وخصوصا لما باخد الحاجه بسرعه ممكن تتبهدل مني تتنعكش. انا اصلا لو اوريكم الدولاب متنعكش انتوا اصلا هتزعلوا يعني تقولوا لي هو فين النعكشه يا ليلى، بس بالنسبه لي انا لو الدولاب مش زي المسطره يعني تجيبي مزوره كده تقيسي من فوق لتحت زي بعض، انا بالنسبه لي ده اي كلام. خلاص فانا قلت خلاص، وانا بشد بقى الكوفرته عملت والله بجد بنات مش بهزر، شديت الكوفرته بسرعه قلت تمام يلا، قمت شاده بقيه الكوفرتات منزلهم على الارض يعني منزلهم كده قدامي. طبعا الدولاب ده كان فيه ملايات، كان فيه اسمهم الخداديات، الاكياس الخداديات فيهم اليقطين يا بنات الخريفي اللي احنا عملناه مع بعض، عاملينه مع بعض بايدي يعني. كنا قلبين اليوتيوب الخريفي اللي فات عملت معاكم جميع الوان اليقطين، وان شاء الله عشان هنا في فراولات جداد هعمله لكم طبعا بلون مختلف، طبعا عامله الالوان كلها هتشوفوا الوقت الجمال. يقطين الخريفي اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا، قلب الدنيا على بنترست وعلى كل الاماكن في الانستجرام في اي مكان. خلاص هنعمله مع بعض بس مش النهارده، بطريقه سهله ومن حاجات من البيت، وفي حاجات جبتها لكم الخريف اللي فات وقلت لكم عليها من تيشرتات معينه وكانت النتيجه تحفه. نرجع لموضوعنا. فخلاص شديت كل اللي انا عايزه انسقه تحت في الارض، فاهمه دماغي؟ كل اليقطين وقع في الارض. طبعا انا دلوقتي مش معقول هسيب المنظر، فاهمه؟ فالزمت عقلي ان غصب عنك لازم هتعمل ده، فقمت عملت الحركه دي وما بصيتهاش يعني، انا سبتهم كده على جنب نزلوا خلاص من الدولاب لازم يتعاد ترتيبهم، بس ما بصيت لهمش. ليه؟ لان انا لو بصيت هتقل الدنيا على نفسي ومش هعمل بقى السرير. خلاص اتجهت بقى للسرير كده، قعدت بلطافه ومش عارفه وعايزه اقول لك على حاجه كمان برضو تتحايلي بيها على نفسك يعني. وانا بشتغل طبعا الكوفرته دي انا ياما حطيتها معاكم ما شاء الله لا قوه الا بالله، هي من الحاجات الجميله اللي تحسي ان هي خريفي صيفي، كل الستايلات على فكره، لان فيها ورقه اللي انا وريتها لكم في الاول، الورقه الخريفي القمر اللي هي اللون الهافان تحفه وكده. الكوفرته دي كنت جايباها من هايبر وان العاشر من رمضان. الكيس الخداديه اللي هو التركواز اللي هو ده برضو كان من العاشر من رمضان هايبر وان.
لكن اللي قدام الخداديات البيضه دي بتاعتي، وانا اللي عامله اللي هو الاورجانزا اللي حواليها ده خلاص. طب ايه حاجه تانية، ايه اللي يخليني اتحايل على عقلي؟ ان انا بتغزل في الحاجه بتاعتي. طبعا زي ما انا قلت لكم انا فرشتها معاكم كتير خلاص، لكن انا وانا بفرشها يعني اسمها ايه، بحس بلذذتها تاني. يعني انا بتمعن فيها، بنبسط بيها، بحس بيها احساس حلو، فخلاص بدي لنفسي بصي شعور البهجه. فاهمه حاجه؟ يعني تدي لنفسك شعور البهجه بالامكانيات اللي قدامك، بالحاجه اللي انت لمسها. هنا كنت محتاره معاكم بما ان انا عملت خلفيه التركواز، بعد كده الابيض عشان افتح الدنيا. طبعا بما ان السرير ورا اللون الجريش، وقلنا الجريش يعني مزيج من اللون الجراي واللون البيج، الاثنين مع دول مع بعض اسمهم مزيجين مع بعض، دول اسمهم اللون الجريش خلاص. طبعا الكرسي هو حتى هو باين برضو شجرة الموز دي اللي هي من بورتو ديكور، وما ادراكم من بورتو ديكور على فكرة في نيو كولكشن تحفة هينزل وهتكلم دلوقتي. اخترت طبعا الكوشن البوهو ورا اللون اللي هو البيج الفاتح او القمر ده، طبعا ملايق مع الخشب بتاع الغرفة، فما شاء الله لا قوة الا بالله تحفة. وانا لو انتم تلاحظوا ان اليومين دول بدأت اعمل جرأة في حتة ندخل الوان مع الالوان البيجات. لو تلاحظوا احنا كنا بنتعامل مع بعض الاول مع ايه، مع الفواتح اللي هو الابيض مش عارفه ايه كده. طبعا بالنسبه للشمع الالكتروني ده، الشمع ده كان عرض عند هبه، كان جميل جدا، حوالي 30-40 حاجه زي كده، وتحفه تحفه تحفه يا بنات. طبعا اللي شاف الفيديو بتاع الامس كان فيه انا عامله معاكم ديكور جديد للريسبشن اللي هو كان اول امبارح مش امس. الالوان بتاعتها اهو، هو ده الالوان الوردي اللي ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. كل الديكورات وكل المشتريات دي كانت من بورتو ديكور. كمان وريكم كمان الشمعدان التحفه اللي بالجليتر، حاجه كده فوق الروعه. بورتو ديكور عامل بقى نتكلم. طبعا هبه ربنا يا رب يقويها ويشفيها اللهم امين. هبه بتجيب لنا نيو كوليكشن تحفه تحفه تحفه، ناويه نضرب الدنيا كده ان شاء الله. وطبعا ان شاء الله اول طلعه واول لقطه تبقى عندنا هنا في القناه، فان شاء الله اول ما الدنيا تتم على خير هوريكم هصور لكم كل حاجه جديده نازله خلاص. هنا كده بصي عايزه اقول لك برضه تحايل على عقلي. انا كان ممكن جدا اقعد واخد بصي، يعني تحس ان يعني السفره مش مليانه، بس انا لازم احط. يعني انا النهارده مش كل يوم بصراحه بستخدم البراد، بس انا النهارده قلت انا لازم استمتع، انا قايمه مبسوطه فاهمه، فحابه ان انا استمتع بكل دقيقه بكل لحظه بكل حاجه. شايفين بقى اليقطين وجماله. طيب يا ليلى هو ده بس اليقطين اللي عندك؟ طبعا انتوا عارفين ان عندي الدرجات كلها. كنت محتاره ما بين كام لون يقطين، فانا اخترت اللون الهافان، لان بصي لو تاخدي بالك في الكوفرتا هو اصغر لون موجود عندي، فانا حابه ان انا اظهره. شايفه اظهر اللون. واحنا قلنا لما بنيجي نختار الوان يا بنات بنعمل ايه؟ بنختار اصغر لون. على فكره لما بتختاري اصغر لون بتظهري جمال الحاجه اللي انت قصداها. يعني عارفه اللي هو بتعملي لها ايه؟ اشاره، بتعملها كده زي اشاره بتشيري للون على فكره. طب تلاحظي انك ما خدتيش بالك من اللون الهافان من الكوفرتا الا لما تحط اليقطين، صح ولا لا؟ صح. خلاص هنبتدي كده كمان صينيه ايكيا اللي هي بخشب البامبو. كمان حاطينا اللي هو الفلاور اللي هو الرايق خالص ده البيج. طبعا شلت الاخضر لان بصي مش هنا يعني مش على دي هنحط اخضر، لا وردي تيوليب الاخضر كافي، مش هينفع نحط على الصينيه كده. ليه بقى؟ عندك برضو شجره الموز دي كانت من بورتو ديكور، وعلى فكره انا اكتشفت ان بورتو ديكور ارخص سعر الحاجات دي نازله حتى في اماكن انا مش عايزه اقول ايه هي، بس في اماكن خطيره يعني. تمام دخلت كده بقى بصوا الكوشنات فوق دي كده، يعني انا بالنسبه لي يعني حاجه يعني. طبعا نزلت كل حاجه، عارفه اللي هو بجبر نفسي وكوشنات وكله، قصدي لا الكوشنات ما نزلتهاش يا ربي لان ده حوار، وهتشوفوا دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، تقريبا هم اخدين رف كامل. بصي بقى انا عايزه اقول لك ان انا قبل ما ارتب ده بجد كنت مش لاقيه منفس ادخل حاجه، يعني اجي اجيب ملايه عشان احطها مش لاقيه منفس ادخل. طيب على فكره حتى ندهت سما قلت لها شوفي يا سما لما بنرتب الدنيا فاضيه، انا بعد ما رتبت اكتشفت في اماكن فاضيه وانا مرتاحه، يعني فاهمه في اماكن فاضيه وانا مرتاحه شايفه كل حاجه. انا الاول كان فوق بعض ومانيش عارفه عندي ايه اللي جاهز اعمله حطه، حاجه بصراحه تجيب اكتئاب وتجيب حاجه مش لطيفه يعني. هنا بقى في النص الوقت كده كنت حبيت اشرب قهوه، ما اكلتش معجنات على فكره، يعني هي بس دقتها كده حاجه بسيطه.
وعلى فكره عايزه انصحكم بحاجه، لو رايحه الجيم ما تقوليش ما اكلش، ده انت بتهرجي. لو انت حابه ان انت تعملي رياضه بجد لازم تكوني اكله قبل فتره الجيم بفتره خلاص، ولازم تكوني محدده. انا مثلا المره اللي فاتت مثلا لعبت مثلا ليج، النهارده هلعب ابر، هلعب باك قصدي، بكره المره الجايه هلعب ابر، مش عارفه هلعب ايه. انت مركزه انت هتعملي ايه خلاص. اصبحت طب ايه يعني هيفرق في ايه معايا؟ شوفوا بقى المفارش الصوف بقى، بصوا اشتقت انا اشتقت يا جماعه، دخلوا لي الشتاء باي طريقه، انا مش يعني خلاص زهقت يعني مليت يعني. فعايزه اقول لكم ان انا وانا برتب الحاجه دي كنت عامله مزاج. انا بتفرج على الحاجات الشتويه طبعا وبستجمع بقى الذكريات بتاعتي معاكم ومش عارفه ايه وكده. واليقطين كله بصوا بالالوان، سواء الكارو سواء اللي هو البيجات، كل حاجه هنا برضو. المجموعه دي كده جبتها قعدت اطبقها، ولو تلاحظوا ان انا حاطه الكوشنات الجليتر، يعني كل ده جليتر اهو بالسيلفر، هتلاقيه عندك بالجولد، هتلاقيه عندك اهو الهافون، لا الاخضر، يعني بصي السيلفرات كده، الحاجات اللي هي القطيفه كده، الحاجات اللي هي اسمها ايه الفرو كده. حتى لو تلاحظوا هنا يعني بصي انا نص حاجات الكارو كده مع بعض. مش قادره اقول لكم استجمعت ذكريات حلوه قد ايه. خلينا في موضوعنا. فالجيم مهم جدا. عايزه اقول لك على حاجه تانية. واحده تقول لي انا بروح مثلا صاله الرياضه وبلعب مش عارفه ايه وما بخسش، هسالك على حاجه، بتنامي حلو؟ هتقولي لي لا. اقول لك انسي، ما تروحيش الجيم، انت بترمي فلوس على الفاضي. اللي يروح الجيم لازم ينام كويس، ماكسيمم اقل حاجه 8-9 ساعات. على فكره انا مش بهرج، انا مش بهزر، لان طاقتي على فكره انت عارفه ان احنا واحنا نايمين احنا بنحرق، بنعمل يعني حرق عندك بيزيد في النوم، والنوم الصحي الكويس. فحاولي الى حد ما تنامي كويس، ظبطي دنيتك، ظبطي حياتك. انا شفت جميل جدا ان انا اشوف حد سن كبير، يعني في ناس ما شاء الله ما شاء الله سنهم كبير ما شاء الله، ستات نساء وما شاء الله بيروح الله اكبر عليهم. ايوه برافو عليكم، يعني ايوه الناس بصي يعني ايوه فوق لنفسك، فوق صحتك، خليكي كويسه، خليكي منتجه، خليكي بتعملي حاجات بتحبيها. اتمنى تكونوا انبسطتوا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.